الفتة مصري بكل أسرارها، وهتطلع حلوة جدا ولذيذة. حلة على النار، هننزل بزيت وعليها اللحمة، وهننزل ببصل عليها، والتوابل هتبقى عبارة عن فلفل اسود، ورق لورا، وحبهان، وملح. انا بحطه بعد اللحمة ما بتستوي عشان تستوي اسرع. وشوحت اللحمة الاول، وبعد كده نزلت عليها بالمية وسبتها تستوي كويس. وهنعمل رز مسلوق بزيت او سمنة على حسب الرغبة، وهننزل بالرز وعليه ملح. نغطيه بالمية ونسيبه يتسلق. اول ما يغلي نوطي عليه لحد ما يستوي. هنعمل الصلصة بتاعة الفتة. حلة على النار، وهنحط زيت الأول، معلقة توم مفروم، وهنحمرهم، وهننزل عليهم بنص كوباية خل، وعليهم عصير طماطم، وثلاث معالق صلصة، وملح وفلفل وكعب ماجي وكزبرة ناشفة. وهنقلبهم كلهم مع بعض، وهنسيبها لحد ما تتقل شوية. هنقطع العيش وهنحطه في صينية على النار مع معلقتين سمنة كبار، وهنفضل نحمر فيه أو نقلب فيه لحد ما يبقى لونه محمر ذهبي. وفي طبق التقديم هننزل بالعيش الأول، وهننزل بكبشة صلصة بتاعة الفتة على العيش، وهنفرد عليه طبقة الرز. وعلى الرز حطيت كبشة شوربة، وللتزيين حطيت كبشتين صلصة على الوش على الرز بأي شكل بقى عايزينه. واللحمة أنا شوحتها. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والاشتراك.